الزمالك بيعلن رسميا عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب نهضة الزمامرة المدافع اللي سنه 26 سنة وبيلعب برجله اليمين وطوله 187 سنتي. ده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. تابع معانا الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر والوطن العربي وكل حتة في الدنيا. أهلا بكل متابعي قناة ملوك ميت عقبة وصفحة ملوك ميت عقبة. ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وأهلا بكل إخواتنا الزملكاوية اللي بيتابعونا من كل حتة في الدنيا. في حلقة النهاردة والفيديو ده هنتكلم معاكم عن صلاح الدين مصدق، صفقة الزمالك الجديدة. طبعا لاعب مدافع وبيلعب في فريق نهضة الزمامرة. لاعب طبعا هو عنده زي ما قلت لكم 26 سنة، تكون في فرنسا لغاية لما وصل لسن 20 سنة وراح المغرب. بقاله 6 سنوات بيتنقل في المغرب ما بين فريق حسنية أغادير والفتح الرباطي وأخيرا فريق نهضة الزمامرة. طبعا لعيب كويس جدا. هقول لكم بقى على المميزات والعيوب والامور اللي هتفيد خط دفاع نادي الزمالك، وايه الحاجات اللي محتاج يشتغل عليها، وايه الامور اللي هيضيفها لتيم الزمالك والخط دفاع الزمالك. في البدايه والفيديوهات هتمشي معانا وهتوريكم اللاعب صلاح الدين مصدق لعب 17 مباراه من 19 في الدوري المغربي مع فريقه، وطلع من الماتشات دي ب9 كلين شيت. يعني دفاع صلب طبعا الفريق ككل، لكن هو شارك ان فريقه يطلع ب9 كلين شيت. طب ايه الحاجات المميزه فيه؟ صلاح الدين مصدق كويس جدا في الصراعات الهوائيه، وزي ما الفيديوهات بتوريكم كده لعيب بيلتحم بشكل كويس جدا وبيكسب الكور العاليه اغلبها من الحركه. طبعا من الحركه اي اوفر طبعا بيقدر يطلع ياخد اي اوفر من المهاجم. هو مدافع استباقي شويه ودي بتديله ميزه مهمه جدا. المدافع الاستباقي راجل بيقدر يطلع وبيقرا الجيم بدري وبيتوقع بدري، فبيطلع بيسبق المهاجم الخصم. غير كده هو في الصراعات قوي جدا، بيقدر يستغل طوله، ودي ميزه مهمه جدا طبعا بشكل ممتاز. ودي وضحت في الفيديوهات اللي بوريها لحضراتكم. النقطه الثانيه، صلاح طبعا كلنا عارفين ان هو 187 سم زي ما قلت لكم، فهو طويل. فطبعا الطول ده بيأثر على السرعه، ومن رغم ذلك لعيب خفيف جدا رشيق وسرعته ممتازه، وبيقدم يعني بيقدر يكون سريع جدا وبيقدر المسافه بشكل كويس بينه وبين هجوم الخصوم اللي بيلعبها. فدي نقطه مميزه. دفاع الزمالك ما عندوش حد بالسرعات، غير طبعا كان الونش، والونش طبعا ما جابش مستواه. حسام عبد المجيد حته الطول دي مأثره عليه شويه، فهو اسرع من حسام واسرع من مسلوسي ربنا يشفيه. طبعا اسرع من احمد حسام الصفقه الجديده اللي كلمناها عليكم. طبعا الفيديو بتاعه موجود على القناه، تقدروا تشوفوه. صلاح الدين مصدق كمان عنده ميزه مهمه جدا. هو طبعا مسجل هدفين مع فريقه في الدوري، هدفين، واحد برجله اليمين وواحد بالراس. بيقدر يطلع في الكور العرضيه وبيشتغل بشكل كويس وبيقدر يساعد فرقته ان هو يقدر يسجل. وعنده كمان نزعه هجوميه، لاعب بالفطره. هو يعني اثناء اللعبه في الهجمه المرتده على فريقه بيطلع ويكمل في الهجمه وبيعمل 1 2 ويلمس الكور. لعيب عنده الميزه دي برضو مهمه. دي طبعا دي بتبقى بالفطره عند المدافعين لانه هو عنده النزعه الهجوميه. نقطة كمان، صلاح بيقدر يلعب باك رايت. بيقدر يلعب باك رايت. طبعا بيستغل سرعته وفكرة الطول بتاعه زي ما قلت لكم والسرعة والرشاقة بتاعته، وبيقدر يطلع يلعب في الباك رايت بشكل كويس، وعنده اوفرات بشكل كويس لانه مميز في اللونج بول. طبعا نسبته اقل في الفريق، هو الثالث على مستوى الفريق، لكن النسبة بشكل عام يعني هو ما بيعملش كتير. لو عمل 9 فيهم 8 أو 7 بدقة سليمة بيقدر يلعب الكور. وده برضو اللي واضح في الفيديو قدام حضراتكم، بيقدر يلعب الكور بشكل سليم. عشان كده بياخد ميزة اللعب على من ناحية الباك رايت. النقطة الثانية كمان ان صلاح جيد في بناء اللعب، جيد في بناء اللعب تحت الضغط.
مميز جدا، بيقدر يطلع بالكوره وبيقدر يتحرك تحركات سليمه وبيعمل البيلد اب بشكل سليم مع زمايله، بيخرج فرقته بالكوره حتى تحت الضغط. لعيب مميز في النقطه دي، لكن عنده نقطه ان هو بيلعب برجله اليمين اكتر من رجله الشمال، يعني الرجل العكسيه بتاعته ضعيفه شويه، ما بيقدرش يشتغل بيها بشكل كويس. لكن على رجله اليمين بيقدر يطلع وبيقدر تحت الضغط يتصرف بشكل كويس وبيفيد فرقته في النقطه دي. حاجه كمان الالتحامات الارضيه. الالتحامات الارضيه هو طبعا اعلى لاعب في فرقته في الاستخلاص الكرات، الصراعات الارضيه. راجل اعلى لاعب في فرقته في استخلاص الكرات، والثالث في العموم على الدوري المغربي في استخلاص الكره. وده راجع لايه؟ النقطه اللي قلتها لحضراتكم، التوقع وقرايه الجيم. تملي المدافع الاستباقي بيقرا اللعبه من بدري، بياخد خطوتين، بيقطع الكوره، فهو اكتر لعيب في الفرقه استخلص كرات من المدافعين، غير الالتحامات من مهاجمين الخصوم، غير الالتحامات مميز فيها جدا، وبيقدر يقطع الكرة. يعني مش كتير مهاجم بيقدر يستفزه وياخد منه الكرة او يطلع بيها على مرماه. نيجي بقى لبعض العيوب اللي موجوده عند مصدق طبعا زي ما قلت لكم هو لعيب بيطلع بالكوره كويس، لكن رجله الشمال، رجله العكسيه، عنده سلبيه كبيره ان هو ما بيقدرش يستخدمها بشكل كويس، وتملي يعني بيحاول يرجع الكره تاني على رجله اليمين، ودي اللي اثرت عليه في كوره او اتنين من الماتشات اللي اتفرجت عليها. انا اتفرجت على 4 5 ماتشات ليه، وجبت قدامه الوداد المغربي، قدام الرجاء، قدام نهضه بركان، قدام حسنيه اغادير. جبت الماتشات اللي فرقته بتبقى مضغوطه فيهم، وطبعا فرقته في المركز الثاني في الدوري. الفرق اللي هي الكبيره هو بيتعرض لمواقف شكلها عامل ازاي، وبيقدر يعني بيشتغل ازاي تحت الضغط. زي ما قلت لكم هو مشكلته في رجله الشمال، رجله الشمال مش بتشتغل كتير، وساعات لما بيجي يلعب بيها يا بتتقطع منه الكرة اللي بيلعبها في مكان صعب جدا، بترتد علينا على فرقته يعني بهجمه خطيره. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عمليه الرقابه من الثبات. عمليه الرقابه من الثبات، انا شفت هدفين لفرق لخصوم في نهضه الزمامره، وهو الكور الثابته عليه، فبيبقى عامل رقابه مع مهاجم او مدافع. شفت هدفين المدافع بيقدر يسرقه من الثبات، يعني هو من الحركه مميز جدا، لكن من الثبات سيء جدا جدا. المهاجم او المدافع بتاع الخصم او اللعيب اللي بيهاجم المنطقه من الخصوم بيقدر يسبقه ويسرق منه مساحه او وقت للعب، وبيلعب الكره براسه. فشفت هدفين وفي فرصتين تاني طلعوا بره الجون، فدي سلبيه لازم برضو يعني جروس والجهاز الفني يشتغل عليها، لان النقطه دي مهمه. بعض الفرق في الدوري المصري وفي افريقيا ما بتعرفش تسجل غير من كور ثابته، فلازم الراجل يشتغل عليها بشكل مميز. دي نقطه. النقطه الثالثه، السلبيه الثالثه اللي انا شفتها في صلاح الدين مصدق في الماتشات اللي اتفرجت عليها، النقطه الثالثه هي فكره الاندفاع بتاع اللاعب. هو طبعا لعيب، كلنا عارفين طبعا ان المغرب العربي يعني وخصوصا المغرب، تونس، الجزائر، لعيبه بتبقى حماسيه جدا وعندها روح، فهو زي نوعيه بنتايج كده. فلعيب اجريسيف قوي ولعيب مندفع جدا، بيطلع في الكور العاليه بشكل كبير. بياخد كور كتير، لكن زي ما انتم شايفين في الفيديو في اللقطه دي بيقع كتير وبيقع بشكل غريب، يعني ممكن يعرض نفسه للاصابه. وساعات كمان المدافع بيقدر يضحك عليه ويأذي فرقته، ان هو بيستغل الاندفاع بتاعه وبياخد الكرة وبيكمل بيها الهجمة. دي نقطة يعني هو عنده شوية عيوب، لكن العيوب اللي عنده يقدر يشتغل عليها بالتمرين والشغل البرايفت وشغل كتير بالكرة وفي التمرينات ومن خلال الكرة. فهو في العموم هقول لكم بقى النقطة الأخيرة إيه اللي ممكن يضيفه صلاح الدين مصدق لدفاع الزمالك. رقم واحد، لعيب بيلعب بدماغه بشكل كويس، ودي نقطة مهمة، ولعيب طوله كويس جدا مع حسام عبد المجيد، فهتبقى ثنائية ممتازة. رقم اتنين، هو مدافع بيلعب ناحية اليمين مش ناحية الشمال. كل مدافعين الزمالك الحاليين بيلعبوا ناحية الشمال. حسام عبد المجيد المكان اللي تميز فيه، طبعا حسام بيأدي كويس في ناحية اليمين، لكن المكان اللي كان كويس ودي نقطة بيغفل عنها الجميع، ان الزمالك بقى قليل الخروج بالكرة بشكل ممتاز، لان كنا بنخرج من جبهة حسام وفتوح بشكل ممتاز جدا. حسام بيقدر يعمل تمريرات عموديه، فتوح بيقدر يطلع له فبياخد منه الكوره، الوينج بيفتح له فبيلعب الكوره. فحسام خسرناه في حته بناء اللعب لما نقل ناحيه اليمين، فدي هترجع حسام تاني ناحيه الشمال. احمد حسام بيلعب ناحيه الشمال، الونش بيلعب ناحيه الشمال، ما كانش فيه غير المسلوسي
والمصلوسي طبعا متعور. فالنقطه المهمه الثانيه ان هو هيلعب على الجنب اليمين ويعني كمدافع ايمن، ودي نقطه مهمه جدا هتضيف لدفاع الزمالك. النقطة الثالثة وهي النقطة اللي كلمتكم برضو عليها خلال الفيديو، السرعة دي نقطة مهمة جدا، ودي مشكلة كبيرة في دفاع الزمالك. الزمالك لا يمتلك سرعات في الثلث الأخير. عمر جابر، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، الونش طبعا لسه ما جابش مستواه، وأحمد حسام حتى الصفقة الجديدة لعيبة كلها تمتاز بالبطء وتقل الحركة شوية. حسام بسبب الطول، أحمد حسام هي الجينات بتاعته كده بيعوض البطء بشوية حاجات إن هو يكون استباقي. لكن صلاح الدين مصدق لعيب سريع جدا، واثناء ضغطنا العالي اللعيب يقدر يعوض المساحات الكبيره بسرعته، بيقدر يغطي بشكل كويس. فده نقطه مهمه هيضيفها لدفاع الزمالك. ولعيب طبعا زي ما قلت لكم ان هو بيقدر يسجل من الضربات الثابته، ودي نقطه مهمه ان اللعيب تقدر تستغله في خط الدفاع. دي نقط وشويه حاجات يقدر يضيفها لدفاع الزمالك طبعا، غير بناء اللعب والبيلد اب، نقطة مهمة جدا. دي النقط اللي ممكن يضيفها لنادي الزمالك. في العموم صلاح الدين مصدق صفقة ممتازة، صفقة الريسك فيها مش كبير، ومتوقع ليها النجاح بشكل كبير. يعني كيفية دخوله الفرقة دي مهمة جروس، وازاي الراجل اول ماتش او اول دقيقة ياخدها تكون مهمة. في النهاية بالتوفيق لصلاح الدين مصدق، ويكون اضافه، واهلا بيه بالزاف، وان شاء الله يكون اضافه كبيره لخط دفاع الزمالك. طبعا ان شاء الله استنونا بكره ونتكلم على الصفقه الجديده اللي نادي الزمالك بيعملها، وان شاء الله يكون عمل صفقه ثالثه قبل نهايه الميركاتو النهارده، يعني لاعب محترف. بكره نتكلم معاكم عن فيديو جديد عن اللاعب التونسي الجفلي. ان شاء الله يكون فيديو يعجبكم، حاجه تكون تعجبكم. بشكركم، شكرا لكل الناس اللي اتفرجت علينا للاخر، وكل الناس اللي بتتابعنا، وكل الناس اللي بتعلق وبتدوس لايك. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.